اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ نتمنى يا رب انكم تكونوا بصحه جيده وتكونوا بتمام الصحه والعافيه. فيديو جديد ونهار جديد. المهم جاتكم الغابره، كنغبر نغبر ونرجع نبان. المهم ان شاء الله اليوم غادي نشارك معكم بسطيله. كنت خدمتها جوج مرات، خدمتها في 27 في رمضان وخدمتها نهار العيد. نهار العيد كنت خدمتها لصاحبتي، ماشي صاحبتي، راه صاحبتي واختي وفيها كلشي. هنا كنت خديت زعفران شعره. الا بغيتوا النتيجه تجيكم زوينه يعطيكم لون زوين، حاولوا انكم ترطبوه في كاس ديال الماء ساعه قبل الماء يكون سخون باش يعطيكم داك اللون زوين، بلا ما ديروا ضامه اللي عنده زعفران شعره. درت معلقه صغيره ديال البزار، جوج معالق كبار ديال السكينجبير، جوج معالق ديال الخرقوم، وهنا شتوني زدت معلقه صغيره ديال القرفه وقبيصه ديال الملحه. ما تكثروش الملح لان الدجاج عندي مغسول ومرقد وخليته نشف مزيان. شوفوا، الاساس ديال اي خدمه ديال الدجاج هي الدجاج. الا كان الدجاج من الاول مرقد ومغسول مزيان وناشف، النتيجه غتكون زوينه. لان هادشي كله كما كنقول لكم دائما كيبقى تقليد. فمن الاحسن كما شفتوا الدجاج ملي تمشيو تقداو قولي له يحيد لكم الجلده ويقسموا على 4 باش تجيكم الخدمه سهله. ما تجيبوش على الدجاجه وتبقاو تحيدوا لها الجلده. انا كما كنقول لكم دائما الحاجه اللي غادي تنقص عليا انا تماره راه كنديرها. بالنسبه للدجاج هذه بسطيله ديال 45 كبيره. بالنسبه للدجاج خدات ليا هنايا جوج ديال الفرارج، فيهم جوج ونص جوج ونص. حاولوا انكم تاخذوا شويه دجاج كبير. الا كنتو ما عندكم دجاج كبير وعندكم دجاج غير صغير، من الاحسن ديروا 3 باش تجي البسطيله مقومه وتجي عامره. انا كما كنقول لكم دائما راه كنخدم لي كوموند، يعني كنحاول انني نخدم شي حاجه زوينه وشي حاجه اللي تكون ديال تحميره الوجه. هنا الدجاجه البنات راه رقدته تقريبا ساعتين قبل. غادي نديرو في الكوكوط، غادي نسد عليه وغادي نخليه هنا كيف ما كتشوفوا. لحد الان انا باقا ما درتش الزيت. كما كنقول لكم دائما ملي كتكون عندي هكا دجاج غادي يطيب بالدغميره اولا تكون بساتله ديال الدجاج، حاولوا انكم تيتشحر الدجاج مزيان مزيان عاد زيدوا له الزيت. هنا درت جوج معالق ديال السمن. المهم طبيعه الحال يكون سمن اللي زوين وما يكونش مجهد بزاف. المهم حاولوا انكم تخدموا بسلعه تكون زوينه. واخا نطلب ثماني تكون الخدمه تكون زوينه وتكون متقونه. بالنسبه للدجاج انا فاش حطيته لك في الكوكوط كما شفتوا درت الصدوره لتحت ودرت الفخيضات الفوق. علاش؟ لان الفخيضات دغيا كيطيبوا، يقدروا يطيبوا غير من داك المرقه اللي كتغلي مع الجناب، غادي يدخلهم الطياب وصافي. مره كتبقاو تحركوا الكوكوط. هنا تقريبا دازت شي 35 دقيقه وانا كنشحرو مزيان غير في هذيك المياه ديال العطريه اللي شفتوها معكم اللي درتها معكم في الاول ديال لا فيديو. من بعد ملي تشهر بدا كيدخلوا الطياب، زدت كاس ديال زيت روميه ونص كاس ديال زيت العود ومعلقه صغيره ديال قعقله وبسيبيسه. انا قعقله وبسيبيسه ديما كنطحنهم جداد وكنديرهم في قريعه وكنخدم بهم. حاولوا انكم تخدموا كما نقول لكم عطريه تكون جديده. هنا صافي الدجاج دخلوا الطياب كما شفتوا. الخيضات اللي درت من الفوق راه غير من داك المرقه اللي كتطبخ مع الجناب راه كيدخل لهم الطياب دغيا كيطيبوا، ماشي بحال الصدر كيبقى شويه ناشف الا ما طابش مزيان. هنا كيف ما شفتوا اللوز انا كنت دايره يتقلى وغادي تلاحظوا انني درت اللوز من الاول وخنقص له العافيه خليته كيطيب على خاطرو حتى تقريبا الدجاج دخلوا الطياب، يعني خدا ليا الوقت. علاش كنقول لكم اللوز الا بغيتو يجي مقرمش عطيوه وقت في الطياب بحال الصابلي. حتى الصابلي الا بغيتيه يبقى مقرمش ويصبر معاك مده طويله خاصك طيبيه على عافيه مهيله. هنا بالنسبه للبصله ديال 45 كتدخل فيها كيلو ديال اللوز، كيلو قد. هنا صافي حتى برد مزيان. درتو هنايا في الروبو غادي نطحنو. درت معاه جوج ساشيات ديال ازا ديال الزهر ودرت معلقه ديال القرفه وغادي ندير نص زلافه ديال السكر سنيده. تقدروا نتوما ديروا سكر كلاصي، انا كنحاول انني نتفادى سكر كلاصي في الخدمه. تقدروا نتوما تخدموا به لان السكر كلاصي كيجيني بحال اللي كيطلق شويه الماء. فالبسطيله واي حاجه فيها الورقه راه خاصها تخدم وهي ناشفه. فهنايا انا اللوز عطيت وقته تطحن مزيان مزيان. كان عندكم يعني الماكينه ما عندكمش اللي غتساعدكم في الطحين فتقدروا تديوه للعطار على برا يطحنوه مزيان تيتعلك وكتجيبوه. هنا كما شفتوا صافي الدجاج طاب، المريقه جات ملبيه وجات مدغمره ومعلكه وما نقولش لكم كيفاش جات. راه غير من المنظر ديال المريقه غادي تعرفوا ان الطريقه اللي طابت فيها راه جات زوينه. هنا غتقولوا لي علاش ما زدتيش البصله على الدجاج وطيبتيها. هنا شوفوا البنات حاولوا ديما تنظموا الخدمه وتكون مرتبه. انا لا داعي انني نزيد البصله على الدجاج والدجاج يطيب اكثر من القياس والعظام نبقى نقلب عليهم في وسط البصله. فكنخدم بهذه الطريقه من الاحسن. هذيك المريقه اللي شاطت راها مركزه وفيها قوام وفيها العطريه فيها السمن،
يعني داكشي كله فيها مقوم. فكنصفي الدجاج مرش المريقه، نتاكد انها ما فيها لا عظام لا حتى شي حاجه، لان راه ما جاتش ان الناس غيبقاو ياكلوا بسطيله وتلقى فيها طريفات ديال العظام. فهذه هي الخدمه اللي تساعدكم وتجيكم نقيه وتجيكم سهله وما تعذبكمش حتى طيب الدغميره وتبقاو تقلبوا على العظام. هنا بالنسبه للبصله، انا هنا خدمت ب4 كيلو ديال البصله. غتقولوا لي بزاف، كاين اللي كيديرها 3 كيلو، راه 4 كيلو مع هاد البصله البيضاء دغيا كطيح ما كيبقى فيها والو. وانا كنبغي نقص من الدغميره نزيد في الدجاج، فاللهم كندير 4 كيلو باش الدغميره تجيني كثيره. هنا صافي الدجاج كما شفتوا الصدر طايب فتي، طاب الدجاج على خاطر خاطرو، ما سديت عليه الكوكوط ما والو، يعني الكوكوط خليتها هكاك، كنحط غير الغطا وصافي. هنا راه خدمت بالليل، طيبت الدجاج في الليل وطحنت اللوز في الليل حتى الصباح عاد وكملت، لان كانت عندي لا كوموند خارجه مع الوقيته ديال الفطور في رمضان، فداكشي باش انا كنقص عليا الخدمه. هنا كما شفتوا البصله كنت قلبتها في الكوكوط الاخرى من بعد ما طابت، زدت هنايا معدنوس وجدت زعفران زغبه، وغادي نزيد معلقه صغيره مع مراج ديال قعقله وبسيبيسه. هنا راه البصله طابت يعني دخلها الطياب، هنا غير غادي تبدا باش غادي تبدا تدغمر. هنا عاد غادي نزيد لها سكر سنيده، تقدروا نتوما اللي بغى يخدمها بالعسل او اللي عنده العسل الحر يقدر يخدمها بالعسل. انا هنا درت نص كاس ديال سكر سنيده، وغادي نزيد ساشيه ديال الزا ديال الزهر، وغادي نزيد معلقه ديال القرفه، وغادي نخليها طيب على عافيه مهيله. عطيوها الوقت البنات، راه تقريبا انا غير هاد الدغميره كتاخذ ليا حتى ساعتين 3 ساعات، كنقص العافيه وكنخلي البصله طيب على خاطرها. وشوفوا هاد الاضافات اللي كنضيفوا ديال الربيع مقطع وديال القرفه ديال قعقله وبسيبيسه، راه كتزيد فرق كبير في المذاق ديال البسطيله. هنا صافي الدجاج كان برد مزيان مزيان حتى الصباح فاش نكمل عاد غادي نبدا نفرتو. هاد المرحله ردوا البال مع العظيمات كما كنقول لكم، فيما كتكون شي عظام شي جليده هكا شي عريق ولا نحيدو داكشي كامل نخليو غير الدجاج. هنا شوفوا شفتوا البصله كيفاش كانت، وشوفوا كي رجعات ما لاصقه ما حتى شي حاجه. هذه هي المرحله المهمه، واخا فيها تماره في التحراك لان كتاف كيطيحوا عليك بقاو التحراك، ولكن باش تكون النتيجه زوينه ضروري من هذه المرحله. المقله راه كنت درت فيها بريوات، انا هنا الورقه ديال البسطيله حيدت منها واحد شويه، وداك اللوز علكته مزيان مزيان وزدت فيه شي ديال ما زهر شي ديال مسكه حره، وصافي طويتهم بريوات وقليتهم باش نزين بهم البسطيله ديالي. هنايا من بعد ما وجدت الدغميره خديت منها واحد 3 المعالق او 4، زدتهم على الدجاج باش ملي نحرك الدجاج ما يبقاش ناشف في الماكله، كتجي الماكله بحال كتجي المهم الدجاج كيجيكم ناشف. فهاد الطريقه هذه ديال انكم كتزيدوا فيه الدغميره فكتجي زوينه. هنا البريوات ديالي راه بيتي الليل كامل في العسل باش يشربوا مزيان مزيان، صافي خليتهم حتى لاخر مرحله فاش بغيت نفيني البسطيله عاد صفيتهم من العسل. هنا غادي تشوفوني انني حيدت الدغميره من الكوكوط ودرتها في مقله كبيره. هنا حاولوا انكم تكون عندكم المقله بحال شكل الكرانيت ما كتلصقش، لاننا فاش كنزيدوا البيض ما كيصلحش انه يطيب في الكوكوط، فمن الاحسن يطيب في مقله. بالنسبه للبيض البنات خديت 8 ديال البيضات، بسطيله ديال 45 كيدخل فيها جوج ديال الدجاجات يكونوا كبار 2 كيلو ونص 2 كيلو ونص، كتدخل فيها كيلو ديال اللوز و8 ديال البيضات اللي غادي نديرو مع الدغميره. والدغميره من الاحسن تكون فيها 4 كيلو ديال البصله باش تجيكم الدغميره وافيه، ومن تعمروا البسطيله ما تجيش شاحسه وتجي داكشي قليل. هنا كما كتشوفوا هاد المرحله الثانيه اللي فيها تماره هي ديال اننا كنضيفوا البيض على الدغميره. فحاولوا انكم ديروا فوات تحركوا فيها باش الا ما حركناهاش كدير دوك النقيطات البيضين ديال البيض وكتجي خايبه في المنظر. اما الا كانت تحركات وتخدمت بواحد الطريقه صحيحه فكتجي لون واحد ما كيجيش فيها دوك الطريفات ديال البيض ملي كيطيب. فهنايا حاولوا انكم ما توقفوش، كنبقاو نحركوا 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 حتى كتبان لنا ديك الدغميره مع البيض بدات كتفرتت، يعني كتحل ما كتبقاش مجموعه كما كتشوفوا بحال الخليط. انا كما شفتوا راه زدت شويه ديال المعدنوس، انا راه في كل مرحله كنضيف اضافات، يا اما كنزيد معدنوس يا اما كنزيد زعفران زغبه يا اما كنزيد المهم كما قلت لكم هاد الاضافات كيلعبوا دور كبير كبير في البسطيله ديالنا باش كتجي مقومه، واللي خداتها من عندك بحال الا خدمتها بيديها. والحمد لله اي حاجه كنخدمها كليانه كتاخدها كتصيفط ليا ميساج كتقول لي الله يرحم الوالدين والله يعطيك صحيحتك
حمرتي لي وجهي، اقسم بالله البنات لا هذاك بالنسبه لي انا اكثر من الخلاص. غير حاولوا انكم تتقنوا الخدمه وتخدموا بمقادير يكونوا مزيانين. انت الا طلبتي ثمنك جات عليك. فالواحد مادام انني انا خادمه بمقادير مزيانين ونحاول انني نطلب انا ثمني، ما نضيعش انايا، لان كلشي تزاد. انا هنايا في هذه المرحله راه خديت في هذه الوقيته هذه عفوا خديت الدجاج ب 22 درهم، والبصله كانت ديال الكركوبه ديك البيضه كانت هي زايده في الثمن، وصلت حتى ل 10 دراهم 13 درهم. بالنسبه للورقه الا بغيتو النتيجه تكون زوينه حاولوا انكم تخدموا بالبخار وما يدهنهاش بالزيت. يعني من تمشي تقضي الورقه قول له عافاك ما تدهنهاش بالزيت. بالنسبه للكميه اللي دخلات في هذه البسطيله هذه هي كيلو وربع ديال الورقه. فيها باش طويت البسطيله، فيها تزيين ديال البسطيله، وفيها باش خدمت البريوات ديال اللوز باش زينت. هنا خديت لاطه يعني ديال 45 بطبيعه الحال، دهنتها بزويته، وغادي ناخذ الورقه. كل ورقه حلو كامله الورقه، ما تبقاوش يعني نخدموا بوحده ونرجعوا نحلوا عاوتاني الورقه، نحلوها كلها نفكوها على بعضياتها عاد نبقى نخدم باش تجيني الخدمه سهله. بالنسبه انا البسطيله ما طويتها حتى تقريبا بقات واحد الساعه باش غتجي مولاتها تاخذها، عاد طويتها ودخلتها مباشره للفران، نقصت لها العافيه، خدت ليا شي ساعه ديال الطياب باش منين جات السيده خداتها سخونه والورقه مقرمشه. وخا كما قالت هي قالت لي بقات شي ساعه ونص يعني محطوطه على مائد المغرب لانها كانت دايرها للضياف، فقالت لي ان الورقه بقات مقرمشه وبقات يعني البسطيله كلها بقات مقرمشه، الورقه ما بردات ما لوات حتى شي حاجه. هذا علاش كنقول لكم حاولوا انكم تخدموا بالورقه ديال البخار. هذيك الزلافه البنات انا دايره فيها الجبيضات، درت فيها زوج ساشيات ديال الزا ديال الزهر، ودرت فيها نص كاس ديال الزيت وخلطتهم مزيان مزيان. هذه هي لا باز باش كنلصق الورقه. والزلافه الاخرى درت فيها الزيت ونسمته بواحد شويه ديال الزيت اللي صفاتو الدغميره، داكشي باش كيبان اللون ديالها صفر. هنا بالنسبه للورقه كما شفتوا راه الفيديو شارح راسو براسو، كنخالف ورقه فوق من ورقه، ورقه فوق من ورقه، جيت حتى للاخر وفي الوسط درت جوج ورقات كبار هما اللي فرشتهم من التحت. عاد غادي نبدا نزيد في الحشوه. بالنسبه للطويان ديال البسطيله البنات راه كيبغي الخاطر، يعني الدجاج خاصو يتفرتت مزيان ونعمروا البليصات كاملين، ما نخليوش بلاصه خاويه وبلاصه عامره، ما نخليوش بلاصه زايده على بلاصه. يعني منين يقطعوا الناس البسطيله القياس اللي غيلقاوه في هذه الجهه هو اللي غيلقاوه في هذه الجهه. فهاد الشيء علاش كنقول لكم راه كل حاجه كتبغي الخاطر، لا المالح ولا الحلو، فاي حاجه كتبغي الخاطر. هنا غادي نبقى غادا بحال هكا حتى غنكمل الدجاج كله. بالنسبه لديك الدغميره اللي زدت راه خلطتها مزيان مع الدجاج، داكشي باش كيبان لكم الدجاج راه ما ناشفش كيجي معلك. عاد من بعد في الطبقه الثانيه غادي نزيد دغميره اللي طابت مع البيض، وهذا الشيء راه كله خليته حتى برد. عاد طويت البسطيله ما طويوش وهذا الشيء كله سخون. عاد في المرحله الاخيره غادي نزيد اللوز. تقدروا نتوما تاخذوا واحد 3 ديال المعالق وترشوه ديال العسل فوق من اللوز، وتقدروا بلاش. بالنسبه الى الدغميره تصفات لكم بزاف ديال الزيت، خذوا داك الزيت ملي تطويو، ملي ديروا طبقه ديال الدجاج وطبقه ديال الدغميره وطبقه ديال اللوز، حاولوا انكم ترشوها بهذاك الزيت اللي تصفى من الدغميره. صافي هنايا ساليت، غادي ندوز باش غادي نزيد الدغميره. كما قلت لكم عطيوها الخاطر وعطيوها الوقت، كل حاجه كنستفوها وكنديروا البايس مقادين في التعمار.
هنا البنات صافي من بعد ما ساليت يعني قاديت كل حاجه فعطيتها الخاطر، الطبقات جاو مساويين. هنا غادي ناخذ ورقه غندهنها حتى هي مزيان مزيان بالزيت، وغادي نزيدها من الفوق. غادي نولي ناخذ وحده اخرى وغادي نزيدها، يعني كنغطيو هذيك الحشوه من الفوق. عاد غنبدا نطوي دوك الجنيبات. صافي كان المهم شوفوا الطويان كل واحد يطوي بالطريقه اللي كتجيه سهله والطريقه اللي مولف يخدم بها. تقدروا نتوما غير ترجعوا دوك الجنيبات حتى الاخر وتزيدوا ورقه من الفوق. المهم كل واحد كيخدم بداكشي اللي كيرتاح به. هنايا راه كما كتشوفوا راه كندهن بالزيت وكندهن بداك الخليط ديال البيض. حاجه اخرى، ملي نبداو نجمعوا الورقه غتبداو باخر ورقه كملتوا بها، يعني ملي كنا كنحطوا الورقه وحده مخالفه مع وحده، اخر وحده هي اللي غادي نبدا بها. ملي كنبقى نجمع الورقات كل ورقه كنطليها بداك الخليط مزيان مزيان ديال البيض، عاد كنزيد فوق منها الاخرى وصافي. كنبقى غادا بحال هكا حتى كنساليهم كلهم. كنعتذر منكم البنات الا كان الفيديو طويل، ولكن كنحاول انني نشرح لي زيتاب كاملين. راه واخا شي مرات كنشرح وكيخرج حلقي وكنولي نلقى نفس الاسئله في لي كومونتير، فوالله القسم ما نكذبش لكم كيبقى فيا الحال كنقول انا هادشي كامل شرحته وكيوليو يجيوك نفس الاسئله، لانني في لا فيديو كنعطي عدد الحبات الكميه اللي كتدخل في العجينه. المهم كنحاول انني نشرح بزاف ديال الحوايج، وداكشي اللي شرحته في لا فيديو هو اللي كنلقى في الاسئله في لي كومونتير، فكتجيني صعيبه نولي نجاوب على لي كومونتير وتجاوبي بالكتابه فكتجي شويه قاصحه. هنا كما كتشوفوا انا راني كندهن وكنزير مزيان وكنجمع الورقه. عاد غنولي عاوتاني نغطيها من الفوق. هنا كناخذ الورقه كندهنها بالزيت. كاين اللي غتقول لي واش ممكن ندير الزبده، تقدروا ديروا الزبده. انا على راسي ما كنخدمش بالزبده في البسطيله الكبيره، كنخدم غير بالزيت فكتجي الورقه مقرمشه وكتجي زوينه، فلا داعي انكم تزيدوا الزبده. هنا كنولي نزيد الورقه من هاد الجهه هذه باش تجيكم حتى الخدمه متقونه وتجي الفينيسيون ديالها يجي زوين. هنايا كناخذ الورقه كما قلت لكم كندهنها بالزيت وكنولي نزيدها هكا بهاد الطريقه مخالفه، ماشي بنفس القياس اللي درت من التحت. هنا تقريبا غتاخذ لي غير 4 ديال الورقات اللي غتاخذ من الفوق. عاد غادي نطويهم، عاد غنولي نزين البسطره من الفوق. بالنسبه للتزيين تقدروا نتوما تكتفيو غير هاد المرحله هذه، وتقدروا ديروا المرحله اللي زدت انا ديال انني درتها بحال شكل بليات من الجناب فجات زوينه صراحه في المنظر ديالها في الخدمه. واخا هي فيها الخدمه وكتشد الوقت ولكن جات زوينه. شوفوا البسطيله راه كتبغي، راه هاد المرحله ديال المونتاج راه كتاخذ وقت وكتبغي خاطر وكتبغي خدمه متقونه. فالا كنتي مثلا غتخدمي خدمه للكليان مازال دارك راكي كتميكي على شحال من حاجه، ولكن الخدمه ديال الكليان راه خصها ضروري تكون لا فينيسيون مزيانه. هنا كما كتشوفوا هانتوما راه طويت، غنولي نقلبها في لاطه اخرى وغادي نقاد من التحت. يعني راه واخا البسطيله من التحت يعني كنقولوا حنا ما شافها حد، ولكن ما عرفت انا هكذا دايره. غادي نولي نحل هذوك الورقات اللي زدتهم في الاخر وغندهن بالخليط ديال البيض والزيت والزا ديال الزهر اللي زدت، وعاد غنولي نقادهم نطويهم مزيان. عاد غنرجع نقلبها في اللاطه اللي غنطيبها فيها باش تجي البسطيله ما تجيش ديك الورقه معجنه من التحت وتجي مطويه بزاف. صافي هذه هي المرحله ما قبل الاخيره. هنا كما غتشوفوا غادي نجمعها مزيان داك الخليط ديال البيض وغادي نولي نرجعها في اللاطه ديالها. هنايا غادي نبقى نضغط عليها مزيان بيديا باش دوك الحشوه اللي داخل كل حاجه تفيكسا في بلاصتها. عاد غنولي نجيب مثلا كيردون ولا المهم هكا اللي عندكم قطيب ولا اللي غادي تقبوا به البسطيله. ضروري البنات باش ما تطرطقش معاكم البسطيله، هي ضروري كتطرطق واحد شويه ولكن ماشي بشكل كبير. كناخذها كنتقبها مزيان مزيان. عاد غنزيد لا فينيسيون من الفوق لانني الجنيبات غادي نغطيهم بدوك البليات ديال الورقه ديال البسطيله فغادي ما يلقاوش منين يتنفسوا. فمن الاحسن كنتقبها مزيان مزيان. عاد كنكمل تزيين. هنا كناخذ الورقه اللي شاطت ليا درت هنايا كديروا 2 او 3 ديال الورقات كنطويها في النص. كناخذ هذوك الجنيبات كاملين اللي كيكونوا شويه ناشفين كيكونوا شويه كارمين فكنحيدهم كلهم وغادي نقسم الورقه على 4 كما شفتوا. انا دابا طاويها في النص غنقسمها على 2 وغادي نولي نقسمها في الاتجاه الاخر باش تخرج ليا 4 دائره. صافي هنا كما كتشوفوا انا راه كنحلها كلها وكندهنها كنحطها في الجنب. عاد كنولي نكمل لا فينيسيون. الا بقيتو تخدموا وحده بوحده راه غتمحنوا.
فهاد الطريقه كتسهل عليكم الخدمه بزاف بزاف. هنا البنات في هاد الاثناء راني شاعله الفران ودايره يسخن. بالنسبه اللي عندها فران يعني طيابو زوين وكيحمر الحاجه كامله من الوجه بحال انا فراني ما كنلقاش مشكل من هاد الناحيه، تقدري طيبيها غير في الدار. انا راه عندي الفران كبير، يعني ديك اللاطه ديال 45 راه دخلت الفران وطابت وشات الخير. اللي غتمحن يعني في الطياب وعندها الفران صغير تقدروا تديوها الفران ديال برا، غير هو قولوا له يرد البال في اللون ديال التحمار، ما يحمرهاش اكثر من القياس، وفي نفس الوقت عاوتاني ما تبقاش بيضه. صافي كما كتشوفوا هنا كناخذ الخليط ديال البيض كندهن به، وكنولي ناخذ ديك ربع دائره كنزيد نطويه على جوج، وكنبقى نخالف غادا هكا حتى كنسالي ديك البسطيله كامله. عاد كنولي نطوي دوك الجنيبات اللي كما كتشوفوا راه ما طويش، ما كنبقاش ندير كل وحده بوحدها، ونطوي الجنيبات لداخل حتى ساليت كلشي. عاد غنولي نبقى نهز ديك الورق دوك البليات اللي زدتهم كندهن بالبيض من التحت، عاد كنولي ندخلهم من الداخل. عارفه راسي كثرت عليكم الهضره، ولكن استحملوني لانني كنبغي نشرح مزيان مزيان، فهادشي اللي عطا الله ما عندكم ما غديروا. وهنا غادي نكون وصلنا للمرحله الاخيره اللي هي لا فينيسيون ديال البسطيله اولا التزيين. هنا كما قلت لكم خليوها طيب مزيان مزيان وتاخذ لون واحد. هنا خديت زلافه ديال العسل دهنت دوك الجنيبات كاملين والوسط. بالنسبه للوز افيلي خدات ليا 20 درهم، كتاخذوها كديرها في لاطه كنخليها تحمر على خاطرها، ما كيعجبنيش نفيني البسطيله باللوز ما يكونش محمر. فصافي هنايا خديت داك الوسط عمرته، غادي ناخذ جنيبات. المهم شوفوا التزيين كيبقى لداك الشيء اللي متوفر عندكم. تقدروا نتوما ما ديروش بريوات، تقدروا ديروا البيض ديال السمان، تقدروا ديروا غير اللوز وسكر كلاصي وتزينوها بالورد، يعني داك الشيء اللي متوفر عندكم. انا خدمت بداك الشيء اللي انا مولفه نخدم به. فصافي هنا كما قلت لكم خديت داك اللوز فينيت به جنيبات كاملين درت في الوسط. غادي ناخذ دوك البريوات وغادي نستفهم في الوسط. هنا العدد ديال البريوات تقريبا يعني غالبا كيكونوا 12، لان البصله ديال 45 كتكون ديال 12. فهنايا انت وسخاوتك تقدري ديري 12، تقدري ديري 13، تقدري ديري 10، مهم على حساب الكليانه وعلى حساب انت الثمن بشحال شاده هاد لا كوموند هادي. هنا بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني للثمن، شوفوا الا كان مثلا الدجاج غالي واللوز بحال دابا اللي واصل اكثر من 80 درهم فكنخدمها انا ب 600 درهم، النمره ديال 45 بسطيله ديال 45. الا كان اللوز مثلا وصل 60 درهم والدجاج كيكون ديك 300 340 360 فكنحاول انني نخدمها ب 550 درهم. مهم زيد الماء زيد الدقيق، يعني الثمن كيبقى على حساب واش اللوز والدجاج طالعين او لا ناقصين في الثمن. هنا غادي يكون لا فيديو وصل النهايه ديالو، نخليكم تلقاو فيديو